على الترفيع، فهذه أرجو أنك تقدمها لقائد سريتك ويرفعها القائد الكتيبة وترفعونها لنا في الرياض وبجاوبك عليها. أما الثانية كانت موضوع الانتداب، صرف لكم 25% بدل إرهاب، ولا هي المفروض أنها تصرف لكن صرفناها. إنما الانتداب عادة له طرق وله واجبات وله كل شيء، لا تخافون. إن كان لكم حق أنا اللي متابعه وأنا اللي وراه، وأنا ودي أعطيكم أكثر ما ناخذ منكم. سؤالك الثالث. السؤال الثالث طال عمرك، نأمل عطفكم وتكلمون والدنا الغالي الذي نحبه جميعا والحرس الوطني خاصة الملك عبد الله بن عبد العزيز يزيدنا 70%. نلتمس عطفكم وحنانكم على هذا قوة الواجب الذي أتوا من الرياض ومن الجنوب وتركوا أولادهم لحماية هذا الدين ثم الوطن. وش اسمك؟ عواد الحربي طال عمرك. يا عواد. نعم طال عمرك. لا أنت ولا أنا جينا ندافع عن وطننا عشان ناخذ مكافأة. طيب كفو ليه؟ حنا جينا ندافع عن وطننا لأن هذا أمننا وهذا سترنا وهذا حمايتنا لنا ولعوائلنا. كفو. ليه؟ ولا حنا جايين نرجي شيء إلا شرف الخدمة. إن جانا شيء هذا خير على خير، وإن ما جانا شيء غايتنا ومهمتنا وواجبنا دفاع عن ديننا وعن وطننا. المعنوية. السلام عليكم. تفضل بس بسرعة. تفضل أبو.